اداره نادي الزمالك، انا نفسي افهم، اسال سؤال وافهم حاجه. انتوا بتروحوا الصبح يعني بتسلموا على بعض وتقابلوا بعض وتخشوا على مكاتبكم، بتعملوا ايه؟ افهم دي، والله العظيم يمكن اخر حاجه في الحياه بقى عايز افهمها. فهمونا. انتوا بتروحوا النادي الصبح بتسلموا على بعض، والسلام عليكم يا كابتن هشام، سلام عليكم يا كابتن صلاح، سلام عليكم يا كابتن احمد، سلام عليكم كلكم جميعا. بتقعدوا بقى تعملوا ايه؟ يعني انا هاخد 2 فول، انا هاخد شاي، انا هاخد قهوه، خلاص الساعتين بتوع الصبح دول خلصنا منهم. بقيه اليوم انتوا بتعملوا او بتبقوا رايحين ايه الهدف؟ ما انا مش فاهم، انا مش فاهم. ما هو احنا لو قاعدين، لو 5 6 احنا قاعدين مع بعض، وكل واحد فينا طلع فكره واتفقنا على فكره واحده في كل مقابله اتقابلناها خلال السنتين، كان زمان نادي الزمالك وضعه بقى حاجه تانية خالص. كان زمان نادي الزمالك في وضع تاني خالص. يعني مثلا صلاح مصدق وهو ماشي وانتوا قاعدين مع بعض كده، ما قلتوش خلي بالك يا كابتن حسين ده في صلاح مصدق ماشي، ده الموضوع واقف على 41,000 دولار، طب الراجل ده لو راح الفيفا هياخدهم 800 وحاجه، بس هو ما حدش بيدفع من جيبه، فاحنا يتحرق دمنا. ما حدش بيدفع من جيبه. يعني نادي الزمالك ده لو كان بتاع كابتن حسين لبيب كان هيسيب لعيب يمشي على 41,000 دولار من غير ما يكسب فيه؟ لعيب عالمي صلاح مصدق ده مدافع والله العظيم ما في منه في مصر. ده اصلا فكره ان هو يمشي من عندك كده انت لازم تتحاسب. ما بالك يمشي يوديله فلوس؟ يعني الوداد كان عارض فيه 200,000 دولار، وده قليل جدا على لاعب زي ده، قليل جدا. ده اللعيبه هنا في مصر ما بتشوفش، ما بتعرفش تباصي المدافعين ب 50 و60 مليون. انا عندي لعيب كواليتي عالمي يمشي واديله فلوس؟ لا لا لا، بصوا اقسم بالله انا دماغي هتوج، انا هتجنن، انا هتجنن. فكره ان عندك لعيبه بتمشي زي كده وعلى اسباب عبيطه تروح تعمل لك مشاكل في الفيفا. ما هو انت لو رئيس نادي او مجلس اداره قاعدين على كراسيكم ومش عارفين تحلوا مشكله ب 41,000 دولار، طب انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ افهمها، والله العظيم افهمها. قول اي حاجه وانا هفهمك، يعني الحمد لله انا بفهم وبستوعب. قول اللي هتقوله وانا هصدقك. لكن الوضع ده، الوضع اللي فيه نادي الزمالك ده كل شويه التليفون تن تن ايقاف جديد نادي الزمالك، تن تن زفت لنادي الزمالك. هو ايه يا جماعه؟ هو جمهور نادي الزمالك ده ملوش صاحب؟ ملوش اهل يسالوا عليه؟ عمالين تمطعوا فينا يمين شمال يمين شمال. والدوري عشان خاطر يا كابتن حسين طبعا يحسب لك ويحسب المجلس ادارتك الدوري، بس مش انت اللي نزلت جبته برضه، انت جبت صفقات اصلا كسر. لكن معاك جون ادوارد هو اللي عرف يختار في كل لاعب ميزه معينه هنحاول نشغلها في الفرقه، واشتغلت والحمد لله كسبت الدوري. وبالمناسبه كان ممكن ما تاخدوش برضه، بس الفكره كانت عظيمه، الفكره كانت حلوه. معايا قرشين عرفت اعمل فرقه، خدت بطوله، الموسم طلع ناجح، حلو كده. تعالى بقى للحاجات الاداريه، زيرو. الحاجات الاداريه كلها زيرو. طب انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انا اموت واعرف. الكرسي طعمه حلو للدرجه دي يا جماعه؟ على حساب نادي الزمالك يعني؟ على حساب جمهور نادي الزمالك؟ ده يرضي ربنا؟ لو انتوا شايفين ان يرضي ربنا قولوا يرضي ربنا، لكن حرام كده، والله العظيم حرام حرقه الدم اللي الواحد فيها دي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ ابقى قاعد على الكرسي الدنيا حواليا مولعه، ارض تتاخد، ارض انت جيت لقيتها، انت جيت لقيت الارض، انت ما جبتش حاجه، انت جيت لقيتها، تروح مسحوبه منك. ادوك مهله وادوك مش عارف ايه ورحت اجتماعات، في الاخر لو ما بتنفذش حاجه راح سحبنا منك. المفروض بعد موضوع الارض ده باشا شد الباب في ايدك بقى وانت ماشي. ده الاصول. مش هو عمل تطوعي ولا هو عمل ايه بس، ولا هو عمل ومدفون تحت ارض النادي ولا؟ فبالله عليكم كفايه حوار نادي الزمالك. انا كنت مستني منكم شغل غير ده، انا كنت مستني من كابتن حسين لبيب والله العظيم شغل غير ده. انا كنت مستني يجي يلاقي ارض اغير بقى الفكره والصوره عن نادي الزمالك خالص. نادي الزمالك مثلا عنده فرع واحد بقاله كام سنه؟ 900,000 سنه. طيب في ارض موجوده هبدا اشتغل فيها، هتجيب استثمارات وهي ارض رمله زي ما هي واقفه، انت مجرد ما تقول هشتغل فيها هيجي لك فلوس، وده حصل. بس اشتغل صح، مش اشتغل الشغل اللي حصل، اشتغل صح. وهي شغاله انا كنت بتكلم مع الدوله المفروض على ارض ثانيه وثالثه ورابعه. انا الاهلي مسابقني بسنين ضوئيه، انا لازم الحق الاهلي. الاهلي عنده 3 4 فروع،
انا لازم يبقى عندي 4 و5، ما انا لازم ابقى زيه، ولازم ابقى احسن. حتى لو الاهلي ما بيفكرش كده، انا لازم ابقى احسن، ما هو ده هيدخل لي فلوس. انت كان قدامك يا كابتن حسين فرصه تاريخيه تبقى رئيس نادي الزمالك التاريخي، يبقى نادي الزمالك قبل حسين لبيب غير بعد حسين لبيب. لكن كده الوضع اللي احنا فيه ده كده، ده احنا كنا وراكوا يا راجل وفرحنا بنزولكم الانتخابات علشان خاطر ناس بقى بتفهم ورجال اعمال بقى وهيديروا النادي صح بقى، وكفايه الجعجعه اللي كانت بتحصل السنين اللي فاتت والمهزله اللي كانت بتحصل. فكنا فرحانين جدا جدا ان انتوا جايين. نتفاجئ من اول ما تيجوا، لا ده احنا دخلنا لقينا مشكله كبيره في نادي الزمالك. الحاجات اللي كنا عارفينها طلعت اكبر. حلو. تطلع مع لميس الحديدي، ما تخلونيش بقى اروح اجيب صفقات من قلب النادي الاهلي. اقسم بالله صدقتك، والله العظيم صدقتك لما قلت كده. انا صدقتك، ما انا بقول لك انا دماغي تعبانه برضو، معلش، ما انا ساعات الواحد بيبقى دماغه تعبانه. فصدقتك. راحوا هم جايين واخدين منك زيزو. طب ايه ده؟ هي دي الاداره؟ يعني انت بتضحك عليا؟ بدل ما انا اروح اخد منهم لعيب هم يجوا ياخدوا نجم فرقتي، وعديناها قلنا زيزو في العبر ماشي، رغم ان للامانه بيدور على مصلحته وهو معاك مش شايف مصلحته. فاللي في نادي الزمالك ده، نادي الزمالك انتوا لازم ترحلوا يا جماعه، لازم. باي باي، اتكلوا على الله. يجي بقى كابتن، يجي ايمن ممدوح عباس، معاه كابتن حازم امام، معاه عمرو الجنايني، معاه كابتن، معاه ميدو، معاه التوليفه حلوه كده، مدحت العدل، جمال العدل. الناس دي لازم تيجي تمسك نادي الزمالك عشان نبدا نشوف. رغم كده للامانه هتفضل في مشاكل كبيره برضه، لان مفيش رجل اعمال هيقدر يسد على نادي الزمالك او على اي نادي دلوقتي. الارقام اللي بقت موجوده ارقام كبيره جدا غير الاول. كان 100,000 يمشوا، مليون يمشوا، لكن انت النهارده مين رجل اعمال هيجي يتبرع لنادي بمليار؟ برضه ما خلي اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. مين هيجي يعمل كده؟ مفيش. طيب يبقى حل نادي الزمالك ايه؟ انه يتباع. بيعوا نادي الزمالك، خلينا ننبسط، خلينا نفرح، خلينا نشوف النادي بتاعنا بالايمج بتاعه الحقيقي. لكن نفضل مقضينا كده، اتبرع، اعمل، سوي، اخرب. مفيش حد هيقدر يشيل نادي الزمالك من كبوته غير ان هو يتباع.